السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول: الأرصاد الجوية التركية تحذر من السيول والفيضانات في 12 ولاية تركية. والخبر الثاني: الاتحاد الأوروبي يعلن عن دفعة مساعدات مالية جديدة في تركيا. والخبر الثالث: السلطات التركية تقوم بترحيل 6 سيدات أجنبيات في تيكرداغ. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. بحسب ما نشرته صحيفة جمهوريات، فإنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على وعواصف رعدية في غرب دينيزلي وأوشاك وكوتاهية وأنطاليا وإسبارتا وشرق بوردو ودوائر إسكيشهير وشمال وغرب أنقرة. هذا وقد أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر لأنقرة وبالكسير وبلجيك وبورصة ودينيزلي وإسكيشهير وكوتاهية وأوشاك، وتم إصدار تحذير باللون البرتقالي لمقاطعات أيدن وأزمير ومانيسا. ولدينا في الخبر الثاني: الاتحاد الأوروبي يعلن عن دفعة مساعدات مالية جديدة في تركيا. بحسب ما نشرته وكالة الأناضول، فإنه وفقا للبيان الصادر عن المفوضية الأوروبية، ذكر أنه مع الحزمة الأخيرة التي تمت الموافقة عليها اليوم، وصل دعم الاتحاد الأوروبي في برامج إدارة اللاجئين والحدود في تركيا إلى 1.2 مليار يورو في عام 2022. وأشير في البيان إلى أن هذه الأموال هي جزء من حزمة إضافية بقيمة 3 مليارات يورو لمساعدة طالبي اللجوء في تركيا. ولدينا في الخبر الثالث: السلطات التركية تقوم بترحيل 6 سيدات أجنبيات في تيكرداغ. بحسب ما نشرته صحيفة جمهوريات، فإنه كجزء من مكافحة الدعارة، نفذت فرق شرطة مقاطعة تيكرداغ عملية ضد الأشخاص الذين يمارسون الدعارة في منطقة كاباكلي، من خلال مشاركة الصور وأرقام الهواتف الجنسية الصريحة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام وفيسبوك. وخلال العملية تم اعتقال 6 سيدات أجنبيات من أوزبكستان. وبهكذا نكون قد انهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.